صحتي راس مالك. التغيرات الفيزيولوجية اللي كتوقع عند المراهقين سواء فتاة أو فتاة، هذا هو موضوعنا لفقرة صحتي راس مالي، وكترافقنا الدكتورة فوزية كرداس بن عسيلة الأخصائية في طب الأطفال وأيضا المراهقين. دكتورة بن عسيلة، صباح الخير. صباح الخير، أهلا وسهلا. مرحبا بك، وإن شاء الله شهر مبارك بإذن الله. الحمد لله، شكرا. إذن هاد التغيرات الفيزيولوجية اللي كتوقع على جسم المراهق، احنا ما غنتكلموش عن الناحية النفسية وإلا غنكونوا كنحتاجوا لساعات طوال من الحديث طبعا. ولكن نتكلموا جسديا. الطفل من في هذه المرحلة الانتقالية كتوقع له مجموعة من التغيرات، يمكن كاين البعض اللي كيتصدم بها لأنه ما كيكونش من قبل مهيئ لهذه المرحلة هذه، وكاين البعض اللي الحمد لله كيكون واعي نظرا لأن والديه هيئوه لهذه المرحلة. بصفة عامة في البداية ماذا تقولين؟ إذن صباح الخير لجميع الأمهات والآباء واحترامي لجميع المراهقين. فالحمد لله كيف قلتي أن أوساطنا المغربية أصبحت ملمة بهذه المرحلة، لأن كنلاحظها ملي كيجوا عندنا الأمهات العيادة وبعض الآباء أنهم كيهتموا بطريقة دقيقة بهذه المرحلة، يعني وكيصاحبوا المراهقين في بعض الحالات عندنا العيادة غير باش ياخذوا بعض المعلومات أو يكون واحد الحوار ويعرفوا بعض المسائل اللي يمكن هما ما عارفينها شيء. نعم. فهذا الشيء علاش يعني غادي نبداو طبعا هذه المجموعه ديال الحلقات على المراهقين بالتغيرات الجسمانيه والفيزيولوجيه عند الفتاه والفتى. نعم. فسن البلوغ طبعا عند الفتى كيبدا ما بين 12 عام حتى ل 15 عام، وعند الفتاه ما بين 10 سنين و13 عام. فاول ملاحظه اللي كيجوا عندنا طبعا الامهات انها يعني بحال الا ما كانتش يعني كتسنى اول حاجه يعني كتلاحظ ان النمو الكبير في الطول والوزن. يعني هناك تغير، هذاك الطفل ديالها ولدها او بنتها يعني كانت كتشوف وليد راه صغير ولا بنيه صغيره حتى زاد تبارك الله في كان الا غبتي عليه غير اسبوع كيبان لك الفرق طبعا. فالمراهق كيربح تقريبا، الفتاه كيربح 10 سنتيم في العام، والمراهقه كتربح 8 سنتيم في العام. تبارك الله. فهنا يمكن نبدا بالفتاه، لان لضيق الوقت الفتاه كتبدا مرحلتها كيف قلت ما بين 10 سنين و 13 عام، فكتبدا بنمو الثديين. هذا النمو كيمر مراحل، وهنا للذكر فاللي يعني يثير الانتباه ديالي ان بعض الامهات اللي كنكونوا متبعين البنيه يعني من زياده كتجي للعياده كتقول يعني ما نعسش لان مصابه بواحد الحاله ديال الهلع، كتقول لاحظت واحد الولسيسه كنت معاها في الحمام كنغسل ليها حتى لاحظت ان واحد الولسيسه في صدرها في صدر بنتي، وهذا الشيء يعني كتكون ما مهيئاش ليه. ولهذا من الضروري ان الامهات يكونوا طبعا مهيئين لهذا يعني هذه المراحل كلها وهذه التطورات، وهذا دور طبعا الطبيب المختص اللي كيكون يتبع لهذيك البنيه في مرحله طبعا الطفوله وغادي يدخل سن المراهقه. كذلك النقطه الثانيه يعني من بعد نمو الثديي اللي كيبداو بهذيك الوليسيسه اللي كتقول الام راه وليسيسه، كتبدا طبعا في وحده بعد الثديين بجوج وتدريجيا كيمر من مراحل حتى كيوصلوا يعني الفوليوم ديال الثديين العادي اللي كيكون عند البنت المراهقه. كذلك النقطه الثانيه استداره الجسم، فطبعا الوزن كيزيد وهذا الشيء طبيعي، يعني اذا كانت الام وهذيك المراهقه مهيئين هذا الشيء كله طبيعي. نمو عظام الحوض البنيه يعني كل شيء كيزداد في العرض بشكل كذلك طبيعي. ظهور بعض الشعيرات في تحت الابطين وكذلك في منطقه العانه يعني في الستره ديال البنيه. كذلك نمو الجهاز التناسلي وعلى رأسها طبعا نمو الرحم، وكل التغيرات كذلك كيزداد حجم المبيض والمهبل وقناة فالوب. يعني هذو هادشي ما كنشوفوش طبعا هذا الجهاز التناسلي الداخلي، لكن هذا النمو راه كيمر من مراحل اثناء هذوك 3 سنوات. كذلك ازدياد حجم الاعضاء التناسليه الخارجيه، طبعا كيزداد في الحجم ديالو، وكذلك غمق في اللون كذلك. والنقطه اللي حتى هي مهمه
ان نزول الطمث، وهذا دليل على اكتمال النضج الجنسي. لان في بعض الحالات كذلك، لان هذه من ضمن المسائل اللي كنلاحظوها انا في العياده، ان بعض الامهات ما كيعرفوش شنو هو اللي طبيعي وشنو هو اللي ماشي طبيعي. مثلا البنيه كيكون مثلا في السليب ديالها بعض هذاك السائل اللي كيكون ابيض عادي في واحد الحجم عادي، يعني هذا الشيء كله خص الامهات يكونوا مهيئين ليه، وهو دليل على اكتمال النضج الجنسي. غير ما نتخلعوش. طبعا ظهور العاده الشهريه، هذه حتى هي طبعا راها الام خصها تكون مهيئه، لا هي ولا هذيك البنيه المراهقه، لانها كذلك كنفتح واحد بين قوسين، لان مع التجربه كنشوفوا بزاف الامهات بعض البنيات اللي ما كيكونوش مهيئين كتخلع لمجرد انك تدخل مثلا المرحاض او الحمام، كتلقى ان مثلا شي حاجه في السليب ديالها بحال دابا الدم ما كتعرفش شنو، لان هي اصلا ما كانتش مهيئه لهذه المساله، كتفاجئ. طبعا ظهور حب شباب في الوجه وعلى الكتفين او الصدر، وهذا هو اللي كيشكل طبعا، لان غادي غنطرق ليه في الحلقات الاتيه، يعني كيشكل لان المظهر الخارجي لهذيك المراهقه راه مهم، كيصبح مهم، كيتزاد طبعا. وهذا حب شباب كيعقد لها، يعني يعني الا ما كانش مهيئه وما كانش هناك واحد المراقبه وواحد العلاج كيعقد لها الامور وما كتكونش ديالها كتصبح. نعم. كذلك ازدياد شحوم في الحوض والفخذين، هذا المسألة، لأنك المظهر الخارجي هو اللي كتشوف الأم ولا المجتمع. طبعا تغيرات في الفم واللثة وظهور سنان، بعض الضراس اللي عاد كيظهروا ديك الساعة في الوقت ديال المراهقة، وكذلك هذيك الضرفات طبعا ديال العقل اللي كل الناس راهم يعني كيكونوا ملمين بهذه النقطة هذه. فيمكن هذه بعجالة عند الفتاة. نمروا مباشرة للفتاة لأنه دائما ضيق الوقت دكتورة بعسيلة. فعند الفتاة التغيرات هي كبيره، الطول طبعا راه يعني كيكون واضح، كيزداد حجم الخصيتين وكيكبر حجم الكيس ديالهم، داك الفولات ديال الوليد، وكيظهر يعني كيصبح اللون ديالهم غامق، وكيزداد حجم القضيب عبر مراحل اللي هي طبيعيه. ظهور الشعر في منطقه العناء وكذلك تحت الابطين وفي جميع انحاء الجسم، ظهور شعر يعني في الشارب واللحيه، خشونه في الصوت، تغيرات في عنق المراهق بظهور ديك يعني التفاحه اللي كنقولوا ادم، وهي فيزيولوجيا راها يعني كتكون في واحد العضو في العنق ديالو اللي كيتغير وكيعطي هذاك الحجم ديال العنق المراهق. كاعراض الكتاف ديال المراهقين، وكذلك نمو العضلات، لان الكتله العضليه ديال العضلات ديال المراهق اللي كتكون كتزاد، وكذلك تغيرات في الجلد وعلى راسها حب شباب اللي كيظهر. هذا شيء مشترك بين الفتاه والفتاه. طبعا وهنا يمكن هذه التغيرات اللي هنا طرقت لها بعجاله، ويعني غير بعض النقاط اللي هي اساسيه يعني يمكن في المظهر الخارجي ديال المراهق، يعني هذه كلها هذه التغيرات اذا كان هناك الوالدين ملمين وهناك تهيؤ، يعني هيئنا هذاك المراهق لهذه التغيرات كلها، يعني ما كدوز الامور بسلام، لانها راه ماشي مرض هذا، فهي تغيرات مرور من مرحله الطفوله لمرحله البلوغ، وهي مرحله اللي الا كان فيها الوالدين ملمين وكل ما عنده يعني واحد يعني لا في المدرسه ولا في الشارع، يعني كان هناك واحد احترام الخصوصيات هذا المراهق كل. طيب خلينا نركزوا على هذه المساله هذه ديال المراهق، ما خصوش يتفاجئ بهذه التغيرات هذه. وقتاش نفتحوا الحوار معهم وقتاش نبداو نشرحوا لهم هذه التغيرات اللي ممكن تطرا على الجسم ديالهم؟ غالبا عند الفتاة أنا كنصح بزاف الأمهات ابتداء من الطفولة الثانية، يعني ابتداء من 7 سنين 8 سنين كتبدا الأم فين ما كتتاح لها فرصة، لأن الهدف ماشي هو نبدا ندخل واحد المعلومات كبيرة وكثيرة ومعقدة لهذه البنية، لا، كنبدا على حسب يعني ما هي من يكون معها في واحد مثلا واحد الحوار جالسة غير أنا وياها بعيد على جو مثلا لوليدة خوتها أو خواتاتها أو الأب إلى آخره، يعني في واحد العلاقه حميميه ما بين الام والبنيه ديالها، كتوصل لها بعض المعلومات بطريقه مرحه
في واحد الجو يعني ديال البهجه، ماشي انها راه غادي اشوف عليك وغادي ينوض لك الحبوب وغادي يفلك، يعني في جو مرح وتدريجيا. لان اذا بدينا في الطفوله الثانيه ابتداء تقريبا من 7 سنين 8 سنين البدايه كل شيء كيدوز بسلام. نركزوا معهم على انها مساله طبيعيه 100% وانهم ما يكونوش مغايرين للاخرين تماما. لان مع الاسف ان هذيك المراهقه مثلا في المظهر الخارجي اللي هي كتشوف يعني هذاك حب الشباب راه مشكل هي بالنسبه لها، هذاك العرض مثلا ديال الحوض ديالها حتى هو مشكل. مثلا هذيك الحاجه اللي غادي تبدا تنزل لها من الستر ديالها حتى هو اذا ما كانش مهيئه راه مشكل. يعني كل هذا الشيء كله يمكن يشكل ويعطي مثلا مسائل سلبيه عليها هي وعلى نفسيتها. اما اذا كانت مهيئه بطريقه صحيحه وايجابيه كل شيء كيدوز مزيان. وطبعا عند المراهق هنا يمكن غادي نفتح واحد بين قوسين لان غادي تتاح لنا فرصه باش نهضروا في الموضوع. المراهق يعني الام وبالاخص من هذا المنبر كنتجه للامهات ان هذاك الوليد اللي كان لاله راه ولدك صغير، خصك تعرفي بان الطريقه باش غادي نتعامل مع المراهقات ماشي هي الطريقه اللي غادي نتعامل بها مع ولدي. يعني ولدي طبعا انني خصني نحترم الخصوصيات ديالو لمجرد ما كيبدا يفوت 7 سنين. هنا كتبدا واحد المرحله مثلا ان خص الام تحترم خصوصيات ولدها. كان كيبدل حوايجو قدامها راه ما غيبقاش يرضى. طبعا يعني ماشي اللي انا بعض الامهات كتقول لك جيت انا نعنقه هو يعني يدفعني ومشى. يعني هذه راه ماشي مساله انها خصها تقلقها، بالعكس انا كنقول للامهات راها مساله ايجابيه انه بدا كيقلب على مثلا الاحترام، خصك تحترمي خصوصياته. نعم طبعا. اذا شكرا جزيلا دكتوره فوزيه كرداس بن عسيلة الاخصائيه في طب الاطفال وايضا المراهقين بمدينه الدار البيضاء. ان شاء الله نتلاقاوك في اقرب فرصه باذن الله، ودائما مشكوره على كل هذه المعلومات. مرحبا. شكرا.